السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لحقت تروح على الواتس تطلب عرض أهل الواحة. خلاص لو لحقت، اتفقنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم، لا كل ساعة يثبت كفاءة وقوة ومنافسة وشياكة وفخامة ومتانة وحاجات كتير جدا كل ساعة. لو ب 750 جنيه فوزي قاسم بيقول لك ادفع وانت مغمض وخده وحطه في عدتك ومالكش دعوة. كسب عيدان ب 3000 جنيه واكتر وياباني وبص وبرندات. الكلام اللي انا بقوله ده كلامي؟ لا، كلام كنتوا لما بعتولي على الواتس وقلت لي العود ده لما جالكم بقى ما بين ايديكم. الكلام اللي انا بقوله ده كلام كنتوا مش كلام انا. والناس اللي وصل لها العيدان دي تعليقات مفتوحه يا باشا. اتفضلوا عرفوا للناس احنا ربنا وفقنا في العيدان دي ازاي. كعب معدن، خامه كربون عاليه جدا جدا جدا، فرنيه معدن متحرك تجيبه في اي مكان، مجدول، دبل ليزر، تشميط، تشويح، قشر بيض، اللي انت عايزه مجدول. ميه واحده لغايه اللبلوب. شفت الخطوط اللي ورا بعض دي الجديره بتاع العود، وخامه حدث ولا حرج. 750 جنيه لو قدامك اشتريها. ومش بكده، ولا اقول لك خليه بكده، 750 جنيه والمكنه البالش مقاس 7000 ب 350، ادي 1100. حد شارع على 1100 اركن دول على جنب. مش انا قلت لك في الاول لو لحقت اركن دول على جنب. كمان طق العود اللي فات ده 24، ده 93 والمكنه الدنج عليه. يلا ب 750 و350 1100 يبقى كده كام؟ 1100 و1100 يبقوا كام؟ 2200. لا ده اطول، يبقى 2250. منشن لصاحبك ومنشن لمديرك اللي مزهقك ومنشن لاي حد عايز تهادي. خد بالك هو لو دفع معاك نص المبلغ ده اكنه خده هديه برضه. والله العظيم زي ما بقول لك كده. يلا هو من العرض مش ب 2100. انا جاي لك في الكلام اهو، اصبر بس انت اللي بتستعجل. حد دفع 2200؟ لا احنا قلنا 2250. والله يا جماعه انا فرحان بالعيدان ديت، وعايز اقول لك ان انتوا سبب ان فرحتي دي تكتر او تبقى كبيره، لان الحمد لله نظرتي في العود انتوا اثبتوا لي ان هي صح الصح. يعني نافس بيه اي عود موجود في مصر ان شاء الله. احنا طولنا نقول بقى ولا ما نقولش ولا ايه؟ احنا وصلنا عند ايه؟ 2250. والله شكلهم حلو اهو. 2250. لا مش ب 2250. هتصلي بينا على سيدنا النبي حالا دلوقتي، ده بعد ما تمنشن لزمايلك واصحابك والمجتمع والناس. خلاص مش 2250 ولا حاجه يعني. مش قادره تطلع من بقي. بص يا معلم، انتوا تستاهلوا كل خير. باشمهندس صلاح والحاج صلاح الشرقاوي، دعوه بظهر الغيب للناس ده يا جماعه. بص يا عم الناس، انت وهو العدتين اهم. بص بقى، بص وركز يعني لغايه ما اخلص كلامي تفضل مركز. العدتين دول حضرتك هتاخدهم. لا خليني اقول حاجه الاول، معلش. اول حاجه، الناس اللي ما لحقتش العرض اللي فات والناس المتابعه والناس حبايبنا واللي بتشير الفيديو واللي بتعمل لايك واللي احب اقول لكم ان صنار الواحه جبنا منه شويه. يعني صنار الواحه جه. طبعا ايه الاولويه للناس اللي عارفه كلمه الواحه ديت انا بطلقها على صنار ايه وعارفانا ومتابعانا وكده. الناس الجديده هتستمتع بس لغايه ما تعرفنا، وبعد كده تبقى تطلب عروض. فصنار الواحه جه، الحمد لله على السلامه. الحاجه الثانيه، اما تيجي تطلب العرض ده قول لي عايزين هديه المحبه. هنشكلك اكسسوارات للعيدان دي، للطقمين دول بتقريبا 1200 جنيه. 1200 جنيه. ليه العرض هيبقى بكام لما هتدينا هدايا واكسسوارات ب 1200 جنيه؟ يا عم مش بقول لك في حاجات ما بتحصلش. مش انا نشر على الفيس قبل ما اعمل الفيديو ده وقال في حاجات ما بتتكررش؟ هتيجي هتقول لي ورقه المحبه او هديه المحبه، اكسسوارات العدتين دول بقيمه 1200 جنيه. 1200 جنيه هيتحطوا لك مع العرض، وحضرتك هتدفع ثمن العرض بقى اللي هو في ايدي ده. مالناش دعوه، دي محبه، مالناش دعوه بالعرض اصلا، دي حاجه محبه كده، يبقى اطلبها وخلاص وهتتحط لك. نرجع لمرجوعنا بقى، العرض اللي فوزي عمال يلت ويعجن وما بيقولش. مش 2250، لا. العرض اللي حضرتك شفته ده ليه رجاء، اوعى تقسم صدقني. يعني
ب 1450. 1450. وما تنساش تطلب هدية المحبة اكسسوارات للعدتين دول ب 1200 جنيه. يبقى العرض اللي انت شفته اهم ب 1450 زائد الهديه. بس انا بقولش زائد الهديه لان دي محبه مالهاش دعوه بالعرض. المهم ما تنساش تطلبها. هديه المحبه ام 1200 جنيه ما تنساش تطلبها. وثمن العرض ده مش 2250، ثمنه 1450. ما تطلبوش يا جدعان العرض ده، سيبوه لي اكل من وراه عيش. الناس عارفه التواصل ازاي. معلش انا بتلكك، مش هقول التواصل ازاي. الناس اللي عارفه انا بس كفايه عليهم عشان نطلع 5 6 والباقي نضرب عليه. السلام عليكم.